ازيكم عاملين ايه رأيكم في الجمال ده؟ شايفين شكل الطعمية عاملة ازاي؟ سواء الطعمية النية العجينة اللي احنا هنشيلها في الفريزر، تمام، مكيسة اهي، او الطعمية بتاعتنا المقرمشة المعمولة بالسمسم، معمولة بكل الاشكال، مقرمشة جدا، وهتلاقيها هشة كده هشة من جوه جدا، ومقرمشة من بره، ومستوية حاجة كده ان شاء الله هتعجبك جدا، طعم وريحة ان شاء الله وقرمشة حاجة كده ان شاء الله تحفة. جربيها ان شاء الله بالوصفة دي، هتعتمديها على طول ان شاء الله في مطبخك، ومش هتعملي ان شاء الله غيرها. تمام كده، ندخل بقى على الفيديو ان شاء الله وتشوفيني انا كمان وانا بكلمكم. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ رجع لكم النهارده ان شاء الله بوصفة جديدة. معاكم مطبخ وصفات ام جنة. قبل ما ابدا الفيديو ان شاء الله ما تنسوش اللايك على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ان شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد. تمام كده، هنعمل النهارده ان شاء الله طعمية بطريقة ان شاء الله سهلة جميلة زي المحلات كده. ان شاء الله تلاقيها هشة كده من جوه كده ومستوية ومقرمشة من بره، هتعجبكم جدا ان شاء الله. تمام كده، تابعوا معايا بقى الفيديو. انا عندي هنا زي ما انا عندي هنا نص كيلو من الفول المدشوش زي ما انتم شايفين كده، انا مسكته وغسلته غسله كويسه جدا، لازم تغسليه كويس جدا. تمام كده، نقعته كده من 8 ل10 ساعات. بعد ما نقعته تمام كده، نقعته من 8 ل10 ساعات. تمام كده، عندي بقى بعد كده اللي انا هستخدمه معايا هستخدم البصل الاخضر زي ما انتم شايفين. بصلتين من البصل الاخضر، هاخد بس العروش اللي تحت، الجزء اللي هو اللي تحت ده بديل عندي للكرات. وهستخدم حزمة من الكزبرة، وهستخدم 8 فصوص من الثوم، وهستخدم بصلاية متوسطة. تمام كده، دي وهستخدم معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة الحصى اللي هي السليمة. تمام كده، دي كل المكونات اللي انا هستخدمها. انا دلوقتي زي ما انتم شايفين انا خدت نص الفول بتاعي حطيته في الكبة، وحطيت عليه نص الخضرة بتاعتي، نص الكزبرة، وحطيت برضو بصلاية اللي هي العروش بتاعتها. تمام كده، وحطيت نص البصلاية برضو اللي هي البصل العادي السليم بتاعنا ده، وحطيت برضو نص الثوم كمان، 4 فصوص من الثوم. تمام كده زي ما انتم شايفين، وضربتهم في الكبة. ماشي، طبعا هتفضلي تضربي في الكبة بتاعتك، تديها الاول سنة مية، لان طبعا الكبة صعبة اوي ان هي تمشي مع الطعمية بتاعتك، فاديها حوالي ربع كوباية من المية، ما كتريش اكتر من كده، ربع كوباية مية معاها، وتطحني الطعمية بتاعتك لحد ما تبقى تنعم خالص، تبقى ناعمة. تمام كده، بعد كده انا بحط الجزء التاني اهو زي ما انتوا شايفين، بقيت بقى الخضرة بالبصل الاخضر بالفول بتاعي، هضرب بقية المكونات التانية. تمام كده، وحطيت برضو ربع كوباية من المية زي ما انتوا شايفين، وحطيت هنا بقى في الجزء التاني ده معلقة من الكزبرة الحصى. عايزة اقول لكم يا جماعة تحفة مع الطعمية. الطعمية عامة بتحب الكزبرة الخضراء والكزبرة الناشفة، فدي اهم خطوة اصلا بالنسبة للطعمية. معلقة كزبرة ناشفة حصى زي ما هي سليمة، تتفرم في قلب الطعمية مع بعضيها. تمام كده، شايفين؟ عايزه اوريكم شكلها، بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه. والله يا جماعه فعلا هتطلع تحفه، وهتعتمديها على طول في مطبخك ان شاء الله. حاجه كده جميله جدا، طعم وريحه، وهتلاقيها مقرمشه، وهتلاقي حاجه كده تحفه، وريحتها تحفه كمان. تمام كده، شايفين هشه ازاي؟ شايفه الشاشان اللي فيها ده عامل ازاي؟ يعني هشه جدا كده وجميله، تحفه ما شاء الله يعني عليها. كيسي بقى كده عشان رمضان. تمام كده، انا دلوقتي هبتدي اكيس بقى على حسب انت كيسه على حسب اكلتك، كل واحد يكيس على حسب الاكله بتاعته يعني. انا دلوقتي هكيس بوريكم يعني وانا بكيس. ماشي، اهو انا حطيت كده في الكيس، وببططها زي ما انتوا شايفين كده، بططيها كويس. ماشي، وتلفيه تبططي الكيس كويس وتطبقيه، بحيث حتى ما تيجي تطلعيها من الفريزر متاخدش وقت منك في انها تفك، يعني هتلاقيها فكت بسرعه ان شاء الله، مش تاخد معاكي وقت ولا حاجه. الجزء التاني ده بقى اللي انا هبتدي اقليه معاكم. انا نزلت كده في بولة عندي اهو،
هنزل بقى عليها بقى. المفروض انا كده انا محطتش في مرحلة الطحن، انا محطتش لا ملح ولا اي حاجة غير هي معلقة الكزبرة الخضراء مع الخضرة بتاعتي اللي انا حطيتها. انا دلوقتي نزلت بالملح بتاعي، هنزل بسنة من الكمون يعني شعرة، ما تنزليش كتير عشان انا مش عايزاه برضو يبان قوي في الطعمية بتاعتي. هنزل برضو برشة من البيكنج باودر، يعني هتحطي حوالي نص معلقة كده من البيكنج باودر. الخطوة دي مهمة جدا يا جماعة، ان انتي تحطي البيكنج باودر بيدي قرمشة حلوة قوي كمان للطعمية. هتحطي نص معلقة من البيكنج باودر ورشة صغيرة من البيكربونات، يبقى نص معلقة من البيكنج باودر ورشة صغيرة من البيكربونات. تمام كده. هتقلبي بقى ايه بالمضرب. انا قعدت اقلب بالمضرب زي ما انت شايفه. عندك مضرب كهرباء ممكن تقعدي تضربيها بيه بحيث تدخلي فيها الهواء تاني. تمام كده. كده انا ضربت كويس. هبتدي بقى مرحله القلي. عندي زيت سخن زي ما انتم شايفين، ودي انا بعمل هنا طعميه. بوريكم ان انا بعمل اللي هما بتوع الطعميه بيعملوا طعميه كده صغيره كده، فلازم يمسك الطعميه بايده كده ويقطع حتت صغننه كده، كور صغننه ويحطها. فانا كده قطعت الكور الصغيره حطيتها في الاول، وبعمل لكم جزء كمان بالسمسم ببططه، وبعدين بعمل ايدي ببل ايدي بالسمسم والكزبره. انا عندي كزبره ناشفه زي ما هي برضو سليمه حصى. تمام كده. وهتحطي كمان السمسم كزبره على سمسم، والكزبره تكون حصى برضو عشان انت عايزه تقرمشيها كده، بتبقى طعمها جميل كده وبتتقرمش كده مع الطعميه. تمام. عملت جزء كده بالسمسم، وعملت لكم جزء ساده، وعملت لكم جزء صوابع اللي هي الصوابع اللي بتتعمل برضو. عايزه بقى انت كمان تحشيها، حابه تحشيها مثلا بيض، تحشيها جبنه، تحشيها فلفل، فلفل وخضره، حاجات حراقه يعني. اعملي فيها اللي انت عايزاه. انا كده بحمرها بس، يعني انت عايزه تحشيها، عايزه تعملي فيها اي حاجه براحتك، عايزه تحطي فيها بيض، عايز تعمليها عجة جميلة جدا، تحفة والله العظيم، حاجة كده يعني خيال ما شاء الله يعني. هتجربيها والله العظيم وهتدعيلي ان شاء الله. ماشي. وعملناها ببساطة وبسهولة ومفيش اي تعقيدات فيها يعني. ان شاء الله هتلاقيها حلوة وهتعتمديها على طول في مطبخك. كده انا بحمر اهو. حمرت انا كده، طلعت جزء من المتحمر وهطلع بقى الباقي كمان. تمام كده. رجعت لكم حبايبي اهو بعد ما خلصت الطعميه بتاعتي زي ما انتم شايفين شكلها. دي اللي انا كده هخزنها في الفريزر. تمام كده كده هتحطيها في الفريزر زي ما هي كده، مش هتاخد معاكي مساحه ان شاء الله. وتطلعيها وزي ما بقول لك كده هتفكيها، هتفك معاكي بسرعه. تمام كده. وادي اللي انا قليتها معاكم اهي زي ما انتم شايفين اهي. دي ام سمسم اهي، سامعه صوتها، ما فيهاش حاجه، هشه جدا وناشفه مقرمشه. تمام كده اهي ام سمسم. وعملكم زي ما بقول لكم، عامله لكم اهي صغنونه كده. في ناس بتبيع الطعميه الصغنونه دي كده، بتبقى لذيذه قوي، طعمها جميل. ماشي. ودي ام سمسم. وعامله لكم اللي هي كمان اللي هي الصوابع برضو اهي. تمام. وعايزه اوريكم شكلها اصلا بتبقى عامله ازاي من جوه. بصوا اهي، هشه جدا اهي، وكلها هوا وجميله جدا وكمان مقرمشه. تمام. جربوا بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. وفي نهايه الفيديو طبعا اترككم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.